دي اغرب كوبايه تمر باللبن انا عملتها في حياتي. اسما كاب اكتر من 50 منتج بتصدر لاوروبا وامريكا وافريقيا والشرق الاوسط. مع كامل احترامي للتصدير، طعم ايه يا سوق؟ يبقى وديني على حلقه جديده من سلسله الهيدن جيمز. نبدا بالفستق الحلبي السبريد والتكلي على الحلبه يا منجوس عشان اكتشفت انها بتفرق. قال لك 100% مكونات طبيعيه. ريحه فستق فوق، لونه اغمق من السبريدات اللي بشوفها في السوق. بسم الله. يا نهار فستق، طعم فستق حقيقي جدا، سكر مظبوط مش عالي، ودي بدايه في الاستكه منه. تفتكر لما نحط الفستق على شويه كنافه محمصه ده يساوي ايه؟ تبقى حشوه دبي. قال لك حشوه دبي بالفستق، واظن ماما هتتبسط منها في السندوتشات. نفس شكل الفستق الحلبي مع كميه رهيبه من الكنافه. ايه ده؟ تحميص الكنافه خطيره مع نفس طعم الفستق اللي فات مع نفس ظبطه السكر. ضروري تبعت الفيديو لماما. بس يا ترى دبي تكسب ولا اسطنبول؟ تفتكر ايه اللي هيحصل لما نجوكس لما البقلاوه تعمل مقابله مع الفستق؟ هنشوف. الحاجات شكلها مبهج قوي من جوه. بوم، اكتر واحده عجبتني لحد دلوقتي. طعم بقلاوه حقيقي جدا، حاطين جواه 2 طن بقلاوه واتعمل بيها البتاعه بتاعت حافظ مصطفى اللي انا نفسي اسافر تركيا عشانها، طير فوق السحاب. نختم باغرب واجدد فكره لكوبايه تمر باللبن. تمر باودر، معلقه كبيره منه مع كوبايه لبن مع 2 زو، بقى معاك كوبايه تمر باللبن بنفس الفوائد بتاعته. طعمه غني جدا، حقيقي جدا جدا. بس دي لو عايز تصفرها بره، نص معلقه نسكافيه مع شويه تلج ودي. دي تبعتها لاي جماوي في حياتك، ممكن يدخلها مع البروتين. ودي النتيجه النهائيه لمنتجات اسما كاب. وكده اكتشفنا جوهره جديده في السوق المصري. لقيتهم موجودين في السوبر ماركتات الكبيره، كل المنتجات والاسعار موجوده على الويب سايت بتاعنا، ممكن تطلب اونلاين. اسيبك بقى تتفسح مع المنتجات بتاعتي، ولو مسكت اللوجو ده حط لي سكرين شوت في الكومنتات.